النعام بيوصل لسن البلوغ من 4 ل 5 سنين بالنسبه للذكور، الاناث بتسبقه في الموضوع ده بسنتين، يعني من 3 ل 4 سنين. 3 و4 و5 وسن بلوغ. امال هو بيعيش قد ايه؟ لا خد بالك، النعام من الطيور المعمره وممكن يعيش من 40 ل 50 سنه. لا استنى، احنا هنا بنتكلم عن النعام اللي عايش في البريه عادي، لكن اللي عايش في اسر زي حدائق الحيوان والمزارع ممكن يوصل ل 70 سنه. ده هتشوفه تقول له يا جدي. لما تشوف نعام ريشه اسود او ابيض ده غالبا بيكون ذكر، اما الاناث هتلاقي ريشها بني وده بيساعدها في التمويه وان هي تحافظ على البيض بتاعها. اول ما النعام الذكر بيوصل لسن البلوغ هتلاقي ريشه الاسود بيغمق اكتر ورجليه ومنقاره بيحمروا عشان يستعد ليه بالظبط الجواز. النعام عنده نظام زواج فريد شويه، هتلاقي الذكر بيتجوز اكتر من انثى، بس في واحده بتكون هي الملكه بتاعته. الموضوع ان الاناث بتبدا تتنافس في عروض سيطره واستعراض، الذكر بيبقى قاعد بيراقب وبيشوف مين فيهم الاقوى والاذكى، لان دي اللي هيبقى عندها قدره اكتر ان هي تحافظ على البيض. واثناء فتره التزاوج الانثى اللي بتكون قريبه اكتر من الذكر وبتساعده ببناء العش دي برضو ممكن تكون الملكه، وبما انها بقت الملكه بتاعته فالبيض بتاعها هو اللي بيتحط في وسط العش، اما بيض باقي النعام بيتحط على الاطراف. انت جيب حمارتك زي حماره العمده. العجيب والخبيث شويه ان النعامه الملكه وهي بتنظم العش لو لقيت فيه بيض زياده شويه ممكن تدحرج كام بيضه كده من العش بتوع النعام الباقيين عشان يكون في فرص اكتر للبيض بتاعها. والذكر بيبقى اكتر حمايه ودفاع عن الانثى الملكه اكتر من باقي الاناث. بس هقول لك حاجه على جنب، النعامه الملكه دي مع كل الامتيازات اللي خدتها لو بقت ضعيفه شويه او بقت اقلا انتاجا ممكن عادي الذكر النعام يستبدلها بواحده ثانيه.